لكن سبحان الله سماؤه سماء الصالحين. هذا الرجل الصالح السوداني يعمل موظفا في الإمارات، ذهب إلى البنك لكي يأخذ أول كل شهر يأخذ 500 درهم مسكين. لا يأتي الشهر حتى تكون انتهت، يتبلغ بها هو وعجوزته، عجوزه يعني عفوا، هو وعجوزه. فإذا به يفاجأ، قال له أنت عندك 5 مليون و500 ألف. قال 5 مليون؟ لا، قال 500 فقط. قالوا 5 مليون موجود هنا. أتى مدير البنك قالوا نعم هذا موجود، هذا حقك مالك. قال ليس حقي وليس مالي، لا أريده. أجننتم؟ يا أخي أنت اللي جننت، هذا مالك. قال ليس مالي، أنا رجل موظف بسيط عندي 500، لا يمكن أن أدخل ذمتي. المهم اختلف معهم، ذهب إلى الشرطة قال قضيتي كذا 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 كذا، يبدو أن هناك خطأ معين في الحاسوب، أنا لا أستحق في حسابي إلا 500، من أين أتت 5 مليون؟ صار في تحقيق فعلا خطأ حاسوبي. وبعدين قابلوا بعض الوزراء ما شاء الله كثر أمثالهم، وفي التلفزيون وبكل بساطة يتكلم. قال عادي، كيف شعورك؟ قال الشعور شعور عادي، مال ليس لي لن يدخل بيتي. قال أنا في كبر سني في شيبة هذه أدخل حرام إلى بيتي؟ يا سلام، هذا الإيمان. ولذلك هذه الأمة عظيمة تبقى عظيمة. اللهم اجعلنا من عظمائها. هؤلاء عظماؤها، انتبهوا، هؤلاء عظماؤها. اجعلنا من عظماء هذه الأمة الأعفاء الشرفاء الأتقياء الورعين. اللهم أعطنا ذلك ووفر حظنا وقسمنا منه، وأنلنا منه ما تسعدنا به في الدنيا والآخرة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبك عن جميع خلقك. اللهم أغننا